بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكركم على الاستضافه ونشكر الدوله المغربيه وفريق قناه البركان الظروف اللي وفروها لنا. الحمد لله حسينا روحنا رانا في بلادنا، بارك الله فيها. بالنسبه للمقابله، المقابله تكون امام خصم من على بالنا شامبيون من تبعنا اللي ماشي راهم عندهم ايكيب مليحه، ولكن حنا ثاني رانا جايين بنيه نديروا نتيجه وتكون اجواء اخويه. ان شاء الله عندنا مقابله العوده قبل الاولى هذه ان شاء الله نديروا نتيجه ايجابيه وتساعدنا نباشرتهم ان شاء الله. تلعبوا ضد فريق كيلعب مباراة اكثر من 50 مباراة بدون خساره في هذه المنافسه. واش ما كيشكلش ضغط اكبر عليكم؟ وي بيان سير حنا على بالنا بلي، ولكن المقابلات يتبدلوا. على بالنا ناضي البركان راهم ملاح وين عندهم بزاف اكسبيريونس في هذه المنافسه في الشامبيون تاعهم. باش تدي شامبيون الياس في الدوري المغربي والدوميني صافي راك مليح. لكن حنا ثاني هذه المقابله رانا موجدينها، وهذا كما نقولوا وصلنا لهذا الدور النصف النهائي. اللي يكون مليح يكون مركز وما يديرش اخطاء كثيره هو اللي يتحصل الفوز. ان شاء الله حنا التاهل يكون من نصيبنا ان شاء الله. شكرا ميرسي. شكرا. فرحوا بنا خالتنا المراهقه وسهلوا لنا بعد كنا هنا ونشكرهم. ان شاء الله المباراه هذه رانا جينا بكل عزيمه وقوه ان شاء الله باه نديروا نتيجه ايجابيه في مرحله الذهاب اللي تخلينا ان شاء الله نلعبوا باريحيه مرحله العوده. خصم قوي اللي غتلعبوا معاه اللي هو نهضة بركان، كيفاش حضرتوا للمباراة؟ نهار بركان فريق قوي كما قلت، ادى البطوله تاع المغرب هنا باه تدي البطوله في البطوله المغربيه تكون انت البطل تاعها. عارف بلي كفريق قوي حنا درسناه مليح وان شاء الله البطوله الافريقيه تختلف على البطولات تاع المغرب. ان شاء الله رانا واعيين بالمسؤوليه ان شاء الله وندير مباراه جميله واخويه ان شاء الله. شكرا.